يلا قولي لهم. قولي لهم اعملوا لي لايك. قولي لهم لايك، اعملي لهم بايديكي، هم هيشوفوكي هناك، روحي هناك وهيشوفوكي. يلا قولي لهم، احذفي لهم بوس، اعملي لهم كده. يلا احذفي. لا مش هتقع على الارض، تحذفي لهم بس بوس. يا اختي جميله، قول لهم باي. ايوه انتي جميله. يلا احذفي لهم، قول لهم عشان انتوا سالتوا عليا فانا طلعت لكم. يلا قولوا لهم ما تنسوش اللايك بتاعي. قولوا لهم اللايك لكندا. شيلك من بويك وقولي لهم. قولوا لهم اللايك لكندا. يلا لهم باي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. المرة دي الفيديو بتاعي مش فيديو زي ما انتم متعودين ان هو روتين، يعني هو روتين من نوع تاني خالص. طب الروتين عبارة عن ايه؟ هقول لكم انا القصة عاملة ازاي. انا كنزي شعرها مجعد، اللي متابعني من الاول عارف ان شعر كنزي مجعد، اللي هو كيرلي بس مش كيرلي اللي هو عامل زي السوسته، ومش اللي هو يعني مكسر قوي والكلام دوت. هو شكله مختلف، يعني اللي متابعني من الاول عارف النظام بتاع شعر كنزي ماشي ازاي. هو ويفي شويه. معلش اسفه، البنات نايمه فسمعت صوت فافتكرت حد كندا صحيت. ويفي شويه هو، فاللي هو ناشف مقصف، هايش كتير، فاللي هو رخم شويه. التعامل معاه يعني مش لذيذ. اللي هو لو نشف تيجي تسرحيه بيبقى وحش، مش بيتسرح بسلاسه كده او بيتسرح عادي، لا هو بيضايقها وبيوجعها وهي بتسرح. فعشان كده هو يعني مش عارفه اعمل له ايه. وحته بروتين بقى وكافيار والجو اللي هو بيتعمل دوت، لا انا بصراحه مستبعداه تماما. طب ليه مستبعداه؟ لانه ما بيوقعش الشعر، وهو اساسا ديت كلها اللي انا عرفته مؤخرا ان دوت كلها مسميات تحت اسم اللي هو كرياتين. فالكرياتين مضر جدا واضراره وحشه وحاجات زي كده. فبصراحه انا استبعدت كل الكلام دوت، فاخدتها من قصرها ورحت للدكتور جلديه. فالدكتور جلديه قال لي ايه بقى؟ قال لي يعني اداني علاج. العلاج عباره عن ايه؟ عباره عن ابر. هنزل لكم صورتها برضو تشوفوها. العلاج هو دوت الابر ديت عباره عن امبولات. الامبوله كل اسبوع تتحط في الشعر تتوزع، وهو 10 امبولات، يعني الابر 10 امبولات. الامبول كل اسبوع بيتوزع على فروه الراس وبتنام بيه. لا هي مش بتنام بيه دوت من عندنا، هقول لكم هي مفروض ان هو يتساب 4-5 ساعات. انا بقى نيمتها يعني بنيمها بيه وبصحيها الصبح تغسله. يعني دوت اللي انا في ضميري هعمله. انا جبت الابر بس لسه ما استخدمتهاش. طب ليه ما استخدمتهاش؟ مش عارفه، يعني مضغوطه، ما فيش وقت، الدنيا معرفش في ايه. انا كنت قايله لكم ان الاسبوعين اللي فاتوا دول كنا عاملين نغير مدرسين، فكان في دوامه. يعني لو انا رحت للدكتور قبل تغيير المدرسين، فجاء بعد كده غيرت المدرسين، فكان في لفه كده، وانتوا يعني كنتوا متابعيني، اللي متابعني بقاله حبه شايفين الفيديوهات اللي فاتت. بقيت انا كل شويه يعني بننزل نجري، اللي هو يا دوبك بنفطر ننزل نجري نجرب مدرس. فعشان كده الدنيا مش متظبطه معايا شويه، بس ان شاء الله هعملها وهجربها وهقول لكم برضو رايي فيها. بس اللي انا جربته فعلا واللي فعلا هقول لكم رايي فيه، الوصفه اللي الدكتور قالها لي. الدكتور هو لما رحت له قال لي وكتب لي على الابر والعلاج، قال لي كنزي شعرها عطشان ترطيب. بالظبط هي الجمله كده بالظبط، عطشان ترطيب. فعارفين انتوا اللي هو ايه؟ ايوه هو ده اللي انا نفسي اقوله. من كتر شعر ما كنزي هايش، هايش اللي هو الهايش الواقف الرخم اللي هو تحسوه ناشف، هو ده.
فهو اول ما قال لي كده قلت له ايوه هو ديت فعلا، عارفين انتوا اللي هو ايوه جيت على الوجع. فهي ديت اول ما قال لي كده قلت له ايه طب ايه الحل بقى يا دكتور؟ قال لي الحل في حاجات بسيطه قوي، انا ممكن اكتب لك. هو بصراحه يعني انا بصراحه انا ما بحبش الدكاتره تماما، يعني لاي نوع دكاتره انا ما بحبهاش. واللي خلاني ان انا قفلت منهم اكتر بعد وفاه مازن. كانوا قاسيين قوي وكلامهم وحش قوي وما فيش رحمه من حد، فعشان كده انا بالنسبه لي الموضوع كان صعب قوي. مازن مين؟ مازن ده ابني اللي قبل كنزي. كان معايا، اللي مش متابع القناه يعني مش متابعني في الاول، ده كان يعني انا كنت والده ولد قبل كنزي وتوفى، فكان كلام الدكاتره قاسي قوي قوي قوي، واللي هو كان صعب. فعارفين انتوا حد ما بتحبوش مثلا 5% بعد التجربه ديت انتوا ما بتحبوش 100%. فانا ما بحبهمش، بس بجد بجد ده اول دكتور احس ان هو عنده ضمير، مع ان يعني الله اعلم طبعا في دكاتره عندها في دكاتره ما عندهاش او الله اعلم بقى. يعني انا مش راضيه برضو، يعني مش عايزين نجرح في حد يعني. اكيد في دكاتره عندها ضمير، اكيد في ناس لا، يعني احنا الناس انواع يعني ومنوعه، ومفيش حد ثابت على حاجه او مفيش حد بطباع معينه للكل. بس دوت بجد حد كويس جدا. قال لي ممكن اكتب لك كريمات، هو كتب لي بصراحه نوع كريم، قال لي اكتب لك كريمات غاليه واكتب لك حاجات، بس انت ممكن تعملي حاجات من عندك يعني حاجه سهله جدا بتكلفه مش هتتكلف كتير، وهتشوفي النتيجه وانت اللي هتتصلي وهتقولي لي فعلا فعلا ده حصل. طب ايه هي اللي انت بتقوليه لنا، او ايه المكونات او ايه الوصفه؟ تعالوا بقى نعملها دلوقتي، وهصحي كنزي احطها لها على شعرها على طول. انا لسه صاحيه، ما عملتش اي حاجه غير ان انا شربت كوبايه القهوه بتاعتي وصبنت مواعيني، وهعمل بقى الوصفه وهصحي كنزي نحطها مع بعض واقول لكم كل تفاصيلها. تعالوا يلا نبتدي كده. هنا هنبتدي بقى نسمي الله وندخل نعمل الوصفة. الوصفة كانت ايه ديت؟ بذور كتان او ايه يا ربي بيتقال عليها ايه تاني؟ مش متذكرها قوي، بس اللي اتحط بعديه هي عامة ما بتقولي للعطار بذور كتان بيديهالك. وحطيت معلقتين لبان دكر معلقة ونص روزماري، واللي هو المسمار دوت القرنفل. كام حباية لو انت عندك ناعم برضو حطي ايه يعني حبة كده، ربع معلقة مثلا. وحطيتهم بقى كده على النار. بص هو هيغلي، انا عمالة اتذكر الاسم التاني عشان العطار بيقول عليه نوعين، يعني بيقول بذور كتان وبيقول حاجة تاني. بس عامة انتوا شفتوه عامل زي السمسم بني كده صغنن. انتوا قلتوا له بذور كتان هو هيدولكوا. هو في ناس بتقول عليه نوعين، بس عامة هم العطارين عارفين الاسمين يعني. فانت لو قلت له عليه بذور كتان هيديهالك. هنا هوت كده هوت بس بتغلي. انا عماله ارفعها من النار عشان هي بتفور. بصوا اهيت كده، يعني لون الكركديه قرب يعمل الدنيا. بصوا والله الوصفة ديت وحياة ربنا يا جماعة هي جميلة جدا، وبتنعم الشعر وبتطريه، بتقلل هيشانه. هي لسه ما قضتش الهيشان، يعني ما قضتش على الهيشان بتاع كنزي تماما، اللي هو عشان ابقى صادقة بس معاكم هو ما قضتش نهائي. ليه؟ لان دي تاني مرة انا استخدمها، فما لحقتش قوي يعني. بس بصراحة هي جميلة جميلة ومطرية الشعر جامد. هنا كانت غليت خالص، اللي هو بس انا بخليها تغلي كتير. ليه؟ عشان كله ينزل اللي فيه يعني. باخد منقوع من المحتويات ديت يعني مركز، فاهميني؟ اللون دوت لون الكركديه. بصوا هنا لما بردت بقت عامله زي الجيلي ازاي. مفروض ان انا كنت احط معلقه حمام كريم عليها، بس انا ما لقيتش بصراحه ربنا حمام الكريم اللي هو المفروض اصلا بتاع كنزي. فلقيت دوت تقريبا بابا كان جايبه كيس فاتيكا، فخدت منه معلقه. اي نوع حمام كريم هو الدكتور ما شرطش عليا. ودولت مجموعه زيوت.
يعني كان زيت جوجوبا على زيت بذور كتان على زيت ايه تاني يا ربي، خروع على جوز الهند على سمسم على حبة جاز دوت. كانت خلطة انا بعملها لها حمام زيت. فلما قال لي حطي ممكن يعني نوعين زيت، هو الدكتور قال لي حطي جوز الهند وجوجوبا وزيتون. انا قلت لا، طب ما هي دي مختلطة كذا نوع، فروحت حاطة منها. بصوا اهي هنا كده كنت بفرده لها. طريقة الفرد بقى اللي هي ايه؟ طريقة الفرد اللي هي بتقسمي الشعراية، يعني بتاخدي خصل. عارفين لما بنروح الكوافير كده وبيعمل لنا شعرنا خصلة او بيصبغ لنا الشعر، فما بيديش اي كده اي حاجة في اي حتة، فبيجزقه. فهو بنفس الطريقة. ليه طيب بتجزقيه؟ عشان خاطر الفروة تتغذى والشعراية تتملي كلها، ما يبقاش في حتة فيها وحتة ما فيهاش. انا بصراحة عملت الهمجية دي مع كنزي، مع كندا، عشان خاطر كندا صغيرة ومش هتقعد لي، فاهميني؟ يعني هي كانت معفرطة كنزي هنا اصلا. هي بص عمالة تضايقنا وتقف في وشنا وتعمل حاجات غريبة. اه بصوا يحلى البوس وهي وانا شغالة. فمهم ان انا هو كده كده كنت بجزقه خصل كده، يعني بتاخدي خصل. بصوا يا جماعه، بصوا هنا كده كنت خلاص خلصت. ركزوا في اللمعه بتاعت شعرها وهتشوفوها بعد ما تتغسل. يعني اللمعه دي بتفضل في الشعر. بصوا بقى هنا كنت عملت الكنده بهمجيه، بس غرقته لها كله، يعني غطيت لها الشعر كله برضو. لكني مش هينفع ان انا اعمله خصله لاني كنده بصوا ما كانتش عايزه تقعد، مش عايزه تقعد. وانا مقعداها كده بالاكراه اللي هو ايه يلا هنلعب، وانا قاعده عماله اغني لها. وانت لو جبت لكم صوت الفيديو بصوته هتقولي ايه الازعاج اللي انت عاملاه لنا ده، عشان كده تقعد. بس اهو بصوا هنا حتى بقت يعني عماله اظبط ايديها، يعني شعرها منه رقبتها. بصوا بتقول لكم باي، عماله اظبط لها رقبتها شمال ويمين. مش عارفه، هي كندا دلوقتي اتعودت اول ما تلاقي الموبايل مرفوع حتى لو انا ماسكاه. هنا كنت بصوا غرقت لها كلها شعرها، غطيته لها كله. اول ما بتلاقيني ماسكه الموبايل بتقول لكم باي، حتى لو يعني مش بصور. هنا هو كنت غسلته بشامبو فقط، لحمام كريم ولا اي حاجه تاني. بصوا اللمعه، والله العظيم ما حطيت اي حاجه في شعرها، ودي كانت لمعته الطبيعيه. وفي طراوة السنين، طري جدا جدا جدا. زي ما قلت لكم الدكتور قال لي شعري كنزي عطشان ترطيب، فبصراحة دوت يعني زي غزاه ترطيب او طراه جدا، وهو فعلا طري. بصوا حتى يعني باين في شعري كنزي. بصوا اللمعة والله ما حطيت فيه اي حاجة. انا لسه حتى هحط اهو معاكم. حتى الكريم يعني ما رضيتش احط حتة كتيرة. بصوا بعد ما حطيتها سحبت منها، ما رضيتش اكتره، قلت اسيبه كده بلمعته. انا ما كنتش احط حاجه في شعري كنزي اصلا كندا ولا حتى كريم، بس قلت ايه اهو يعني زي ما بحط لاختها بحط لها وخلاص. اهو بصوا. بس بصراحه مطر الشعريه جامد جامد. جربوه قولوا لي رايكم، وانا هستنى رايكم تاني في التعليقات. يعني حتى لو ما لقيتوش الفيديو ده قدامكم علقولي على اي فيديو وقولوا لي ايه رايكم في الوصفه، وانا هستنى رايكم. دي وصفه الدكتور نفسه، مش وصفه جايباها من دماغي ولا جايباها من النت ولا جايباها من الكلام ده كله. دي الدكتور نفسه هو اللي قال لي، الدكتور نفسه بتاع الجلديه هو اللي قال لي عليها. بجد دكتور محترم. بصوا هنا كنت غسلت شعري كنزي، بس بصوا للاسف لقيت الكاميرا مش موضحه، وهم كانوا مشغلين الليد بتاع الصاله، فما كانش موضح قوي الاضاءه. فهفصلها دلوقتي. بصوا انا كده كده كنت بسرح. بصوا تسلك في التسريح ازاي، يعني بصوا كده والله ما حطيت فيه اي حاجه خالص. بصوا هو سلس ازاي في التسريح، يعني بصوا من كتر طريانه. بصوا هو شعرها ما هنا ما كانش مبلول بلالين كامل، يعني مش اللي هو انا خرجت من الحمام فهو مبلول، لا هو مندي بس. فاهمين مني حاجه؟ انا قفلت عشان انا كنت حابه ان انا اوريكم اللمعه. بصوا والله العظيم انا لسه ما دهنته اي حاجه، يعني هو كده طبيعي اهو. بصوا حتى الكسره اللي فيه قلت كتير، قلت، فاهميني؟ والله وطري جدا جدا. بصوا يعني هو ممكن يكون باين في الكاميرا اهو. بصوا طري طري. تعالي يا كنزي كده. بصوا من هنا من قدام، بصوا نسبة
نسبة الكسرة قلت والتقصيف. عايزة اقول لكم ديت كده تاني مرة انا استخدمه لها، يعني انا دي تاني مرة انا اجربه لها، فعشان كده انا مرضتش اوريه لكم اول مرة. لما شفت النتيجة وبعد ما بينشف بيبقى رائع 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 اهو. يعني انا لو ممكن اوريه لكم في فيديو تاني وهو ناشف بيبقى جميل.